بإدلب في ساحة اتحاد العمال وسط المدينة متضامنين مع الجيش العربي السوري. كما أكدوا أن من يمثلهم في نقل تطلعات وآمال الشعب هو وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف، والذي يكرس الحفاظ على وحدة سوريا في وجه المخططات. النقابات المهنية في سوريا لم تغب عن مشهد الحراك شعبيا في ظل حرب إرهابية تثقل البلاد دما وخسائر، لكن ثقافة الحياة تساوي بقاء هذه النقابات وصمودها هي أيضا كمكون لاستمرار الوجود السوري. في إدلب المشاركون في مؤتمر نقابة العمال السنوي عبروا عن مدى ثقتهم بالنصر الذي يحققه الجيش العربي السوري في محاربة كل ما يمس أمن الوطن. اليوم مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب، طبعا المؤتمر هو مهرجان بكل صدق، مطالبة للسيد الرئيس بشار الأسد الترشح لولاية دستورية جديدة. تنعقد اليوم المؤتمرات النقابية في اتحاد عمال محافظة إدلب. من خلال هذه المؤتمرات ستكون عبارة عن محطات نضالية من خلالها تعبر الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي عن ولائها وحبها للوطن وتمسكها بوحدته الوطنية، وهي عبارة أيضا عن منابر حرة تستطيع الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي إيصال صوتها للعديد من القضايا ليبقى لمعالجة أوضاع الكثير من الأخوة العمال. نحن من نحارب الإرهاب ونوقف وقاف عداء ضد اللي عم يوقف وضدنا أبدا، ضد القوم العربي وضد الإرادة السوري وضد جماهيرنا في سوريا. نحن من نحارب الإرهاب أينما وجد، ولو نفدي أرواحنا كلياتنا أمام السيد الرئيس وأمام الوطن. مداخلات أعضاء المؤتمر تركزت على ضرورة تطوير العمل النقابي والمهني والسعي لدى مجلس مدينة إدلب من أجل فرز مقاسم بناء لفتح فرص عمل لعمال القطاع الخاص وتشميل أعمال القطاع الخاص بالتأمين الصحي والعمل على تخفيض رسوم نقابة المهندسين من جراء تصديق مخططات رخص البناء والعمل على إلغاء ضريبة الدخل من المالية على عمال القطاع الخاص. أعمال المؤتمر الذي لم يكن كعادته في كل سنة تركزت على ضرورة إعادة دوران عجلة الإنتاج في مختلف الشركات والمعامل لتأمين متطلبات الحياة للشعب السوري، لأن إرادة التحدي التي يملكها الشعب السوري قادرة على مواجهة الصعوبات.